مشاهدينا السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. الفكره ديالنا ديال اليوم غادي نشوفوا مع بعضياتنا بعض الافكار ديال الضيافه المغربيه الاصيله. غادي نشوفوا الدجاج محمر بالضغميره ديالو معلكه على حقها وطريقها، وايضا غادي نشوفوا اللحم في الفران مشوي. تفضلوا معنا تشوفوا الطريقه ديال اليوم ديال الضيافه، ربما تنال الاستحسان ديالكم للمبتدئات. اول عمليه كنقوم بها غادي ناخذ كميه من الدجاج، كل واحد غادي ياخذ الكميه اللي كتناسبه في واحد الطنجره ديال غادي نوضعها فوق النار. غادي نوضع فيها هذاك الدجاج، ثم شلط هنايا 4 ديال البصلات كبار غادي نضيفهم. بالنسبه لكل دجاجه كنديروا لها بصله كبيره. غادي نضيف قزبر ومعدنوس مقطعين نيلين مزيان، نحاولوا نقطعوهم مزيان. غادي نضيفهم فوق من هذيك البصله، ثم غادي ندير التوابل ديالي. اول عمليه كنقوم بها غادي ندير زيت الزيتون، الحامض مصير مقطع، الملح ناخذه بالاعتبار ان الدجاج كان مرقد بايت مرقد في الملح باش ما نكثروش الملح. ثم غندير واحد 2 معالق ديال السكينجبير، معلقه ديال الخرقوم، راس معلقه ديال القرفه، وراس معلقه ديال الابزار، راس معلقه صغير بزاف ديال السودانيه، وراس معلقه ديال التحميره، وايضا غادي ندير واحد المعلقه ونص ديال المروزيه ديال الدجاج. ثم غادي نضيف 2 معالق ديال السمن كيعطي واحد اللذه خاصه لهاد الدجاج محمر، وغادي نشعل النار. ثم غادي نضيف واحد 2 ريوس حتى ل3 الريوس ديال الثومه. قد ما كانت الثومه كثيره كيجي هذاك الدجاج ديالنا مضغمر لذيذ. الثومه كتعطي للدجاج مذاق خاص، كينجبير والثومه كيتواتاو مع الدجاج بزاف. ثم غادي نضيف واحد 3 ونص ديال الماء من الدقه، غادي نضيفهم باش غادي يتضغمر فيهم هذاك الدجاج، ونحركوا فيهم باش تدخل التشرميله مزيان في الدجاج. وما غنبقاش نضيف الماء، هذاك الماء راه كافي لان البصله غادي كيف ما لاحظتوا درت 4 البصلات كبار غادي يطلقوا الماء، وايضا الدجاج غادي يطلق الماء الطبيعي ديالو. وغادي يطيب هذيك 3 ونص ديال الماء كافيه باش يطيب لينا هاد الدجاج ديالنا فيها. صافي ما غنحتاج معاه حتى شي مجهود كتير، فقط غادي نبقى راده البال لهداك الدجاج مره كنبقى نحركو حتى كيطيب معايا تماما. من بعد ما كيطيب كنحيدو في واحد الشبكه وكنخلي هذاك المرق يتدغمر، ما كنبقى غير نحرك به واحد المغرفه ديال العود. غادي نحيد هذيك الدجاجه من المرق، بقات لي غير دجاجه وحده، انا حيدت 3 الاولين وهذه الرابعه. ثم غادي نبقى مقابله هذاك المرق بواحد المعلقه ديال العود، مره كنبقى نحركو حتى كيتضغمر معايا تماما. على التغميره على حسب كيف ما بغيتو، اللي بغى يخليها شي شويه هكا فيها المرق، واللي بغى يخليها حتى توقف على الزويته ديالها كيف ما حبيتو. في المقابل غادي نوضع البيض يتسلق، انا عندي البيض البلدي درتو يتسلق، وايضا الزيتون باش تحيد منه هذيك الملوحه ديالو. وغنبقى ندغمر في هذيك المريقه حتى تدغمر تماما ونطفي عليها. ثم غادي ناخذ القليل من الزيت على اساس باش نديرو في واحد الكوكوط باش نحمر فيه هذاك الدجاج ديالي. مجرد ما كتسخن الزويته كنوضع الدجاج وكنقلبو 2 مرات حتى كيتحمر من الجوايه كلهم. عاد اللي كنقدمو كنحصلوا على هذا الشكل. غادي نخليه حتى يتحمر كل الدجاج اللي عندي. عاد اللي غادي نقدمو ان شاء الله كل دجاجه حمرتها كنغطيها باش يبقى سخون، باش نقدم الطبق ديالي سخون. من بعد ما حمرت الدجاج كله وضعته في طبق التقديم، غادي ناخذ هذيك الضغميره. هذه هي الضغميره ديالي، غادي نوضعها في الجوانب ديال الطبق ديال التقديم. انا كنخليها شي شويه فيها المرق، اللي بغى يخليها حتى توقف عيل الزويته ديالها كيف ما حبيتو. درت هذاك المرق عاودت ضفت عليه دوك الكبيدات اللي كنت حيدت من الدجاج وكنقدموه على هذا الشكل. غادي ندير المرق في الاسفل، ثم غادي نضيف الزيتون فوق منه بهذا الشكل. حتى
تندير كل الكميه اللي عندي ديال الزيتون، واختياري اللي بغى يضيفو اللي ما بغاش يستغنى عليه. انا درت هنايا الفريت، قليت البطاطا فريت ثم غادي نقدمها فوق من هذاك الدجاج اللي حمرت. بهذه الطريقه غادي نوضعها من الفوق. ثم قسمت هذاك البيض من بعد ما تسلق، نقيته قطعته نصيصات، غادي نزين بهم في الجوانب ديال الطبق. فقط غادي نوضعهم في الجوانب ديال الطبق بهذه الطريقه نصيصات ديال البيض. نمسح الجنيبات ديال الطبق باش نقدم الطبق ديالي نقي وبالصحه والراحه. كنقدمه كطبق اولي للضيوف ديالي. في هذه الاثناء كنت واضعه اللحم ديالي في الفران، فقط كناخذ اللحم الكميه اللي كتناسب كل واحد، غادي نوضعها في الفران لمده ديال بين 3 حتى ل 4 سوايع. كنسد عليها حتى كطيب وكنعري عليها. كنكون دايره ليها ورق الطهي والالومنيوم، كنعري عليها وكنخليها حتى كتحمر مزيان، وكنقدمها بالصحه والراحه. غادي نقدم اللحم ديالي، فقط غادي نزينه بالقليل من اللوز مسلوق ومقشر ومقلي في الزيت، غادي نقدمه بالصحه والراحه. كانت هذه هي الفكره ديال الاطباق ديالي ديال اليوم. كنتمنى ان الاطباق ديالي ينالوا الاستحسان ديالكم. شكرا على حسن المشاهده، ونتلاقاو في حلقه قادمه ان شاء الله بالصحه والراحه. شكرا.